السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يونايتد يرفض الهزيمة في مدريد ويعود بتعادل مثير مع أتليكو. رفض مانشستر يونايتد الإنجليزي الخسارة أمام منافسه الأسباني أتليكو مدريد في لقائهما معا بدوري أبطال أوروبا بعدما تعادل معه بهدف لمثله على ملعبه في ذهاب دور ال16. جو فيليكس تقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 7 قبل أن يتعادل البديل الشاب ألانجا في الدقيقة 80 لينقذ مانشستر يونايتد من الخسارة. وتقام مباراة الإياب في إنجلترا على ملعب أولد ترافولد يوم 15 مارس المقبل من أجل حسم المتأهل إلى ربع النهائي. وملخص المباراة انطلقت باندفاع من أتلتيكو مدريد لتسجيل هدف مبكر، وهو ما حدث بالفعل في الدقيقة 7 عن طريق جواو فيليكس. هدف جواو فيليكس جاء بعد عرضية رائعة من الجهة اليسرى ليحولها برأسه قوية لترتطم بالقائم الأيمن وتعانق شباك الحارس ديفيد ديخيا. حاول يونايتد بعدها تشكيل خطورة على الفريق المدريدي، لكن دفاع أتليكو كان بالمرصاد وأحبط التسديدات البعيدة من برنالدو فرنانديز من الاقتراب من مرماه. وفي الدقيقة 28 كان أتلتيكو مدريد قريبا من مضاعفة التقدم بتسديدة قوية من جواو فيليكس، لكن هذه المرة الكرة علت العارضة لتضييع فرصة الهدف الثاني. كريستيانو رونالدو حاول الوصول إلى الشباك الأسبانية بتسديدة في الدقيقة 37، لكن الكرة مرت على يمين حارس أتلتيكو إلى الخارج، وأنقذت العارضة مانشستر يونايتد من الهدف الثاني بعد عرضية من لودي حولها فرانسيسكو برأسه قوية منعتها العارضة بدلا من ديفيد ديخيا في الدقيقة 45. دفع أتلتيكو عن مرماه في الشوط الثاني مع محاولات خجولة من مانشستر يونايتد، وكاد فيليكس أن يسجل الهدف الثاني من خلفية مزدوجة في الدقيقة 72، لكن الكرة ذهبت بعيدا عن الشباك. وفي الدقيقة 80 نجح مانشستر يونايتد في الوصول إلى شباك أصحاب الأرض عن طريق لاعبه أنتوني ألانجا البديل، الذي تلقى تمريرة من بورنو فرنالديز ليرسل الكرة إلى الزاوية البعيدة لمرمى الحارس أوبلاك. وأهدر جريزمان فرصة هدف الفوز في الدقيقة 87 بعد محاولة على مرمى ديفيد ديخيا، لكن القائم حرم أصحاب الأرض من الفوز في النهاية. وبكده يكون انتهى خبر اليوم، ونتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.